يلا نعمل اسهل والذ مسخن دجاج. هتحبوا قوي الوصفه دي. هحتاج 5 أو 6 بصلات، ويفضل يكون البصل ابيض. هنقطعه جوانح بالشكل ده وهفضيهم في الصينيه، وهضيف عليهم معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقتين صغيرين من السماق، ومعلقتين كبار من دبس الرمان، ونص كوبايه من زيت الزيتون. مهم قوي في الوصفه دي ان احنا نستخدم زيت زيتون، وكمان عصره ليمون ممكن تستغنوا عنها بس انا بحب اضيفها معاهم. هنفرك بقى البصل بالمكونات دي كويس، بعد كده نضيف الفراخ ونتبلها كويس قوي بالبصل والتوابل دي. هتبلها كويس بالبصل والتوابل من الناحيتين، وممكن تسووها على طول او تسيبوها شويه في التتبيله. انا سبتها حوالي ساعه، بعد كده هبدا اسويها. هسخن الفرن على اعلى درجه حراره، وهغطي الصينيه بورق فويل كويس عشان الفراخ تستوي الاول وتنزل الصوص بتاعها، وهدخلها من نص ساعه لساعه الا ربع على حسب حجم الفراخ. بعد كده هطلعها، اشيل ورق الفويل وهدهن الفراخ بالصوص اللي نزل منها. هدهنها كويس كده عشان تتحمر. بعد كده هفتح الشوايه وادخل بقى الفراخ تاخد لون وتطلع بالشكل الخطير ده، والبصل بقى بيتكرمل، والصوص اللي نزل منها ده خطير مع الرز يا جماعه، لازم تجربوها. هنا الفرخه دي كانت صغيره، كان وزنها كيلو وربع تقريبا، اخدت معايا نص ساعه في التسويه قبل ما افتح الشوايه. شايفين بقى الفراخ طالعه مستويه وخطيره ازاي؟ اعملوها في الصوص اللي معاها ده بالبصل، هتعجبكم جدا. لو زهقتوا بقى من طرق الشوي الفراخ التقليديه، لازم تجربوها بالوصفه دي، السماق مع زيت الزيتون مع دبس الرمان، ميكس خطير يا جماعه. البصل ده بقى عايزه اقول لكم ما تسابش منه حته واحده، هو الصوص اللي معاه اتاكل بالرز قبل الفراخ، لازم تجربوها.